بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. اول حاجة اعتذر بس عشان صوتي كده عندي برد، بس قلت انزل لكم الفيديو عشان ما اتاخرش عليكم. اول حاجة عملتها هنا ان انا هبدأ اعمل الشربات الاول قبل ما ابدأ اجهز الكيكة. انا النهاردة هعمل ايه؟ هعمل كيكة الراوني الاصلية اللي هي كيكة البسبوسة، احلى والذ كيكة مسقية اللي هي كيكة الاجداد. فبدأت أول حاجة كده عملت الشربات بتاعها عشان المفروض تطلع كده وهي سخنة الشربات يكون بتاعها بارد. فهنولع الأول على الشربات، هو عبارة عن 2.5 كوب سكر و2.5 كوب مية، أحطهم على النار اما يغلوا ماشي. وبعد ما غلوا كده قمت رايحة عصرة عليهم ليمونة وارجع احطهم تاني على النار حوالي 4 دقايق يغلوا تاني، وبعد كده اسيبهم بقى يبردوا لما نخلص الكيكة. الكيكة هنا عبارة عن ايه؟ جبت هنا طبق حطيت 3 بيضات ومعلقة فانيليا وكوباية سكر، واقعد بقى اقلب كويس لما السكر بتاعها كده يدوب. وبعد كده اقوم ضايفة كوباية من الزبادي ونص كوباية زيت، وبعد كده احط كوباية دقيق اللي هو دقيق السميد بتاع البسبوسة جايباه اللي هو الناعم ده، ونص كوباية جوز هند المفروم برضو ناعم، وكوباية من الدقيق دي اللي هو الابيض ماشي. وانا كاتبالكوا كده المقادير على الفيديو عشان لو حد فايته حاجة. ومعلقتين كده صغيرة من البيكنج باودر ونص معلقة صغيرة من الملح. هقلب طبعا الخليط ده كويس وكل حاجة تدوب، والخليط بيبقى بتاعها كده سميك شوية. هجيب بقى صينية كده مقاس 22 ودهنتها دهنة زيت او رشيت عليها كده رشة زيت، وهنزل بالخليط بتاعنا الخليط هنا تقيل يعني سميك كده لدرجة فردته بالسباتولا. هخبطها بقى كام خبطة كده عشان يعني الخليط يتوزع كويس ماشي. وبعد كده هسخن بقى الفرن كده قبل ما ادخلها، اسيب الفرن كده 5 دقايق كده والا، واكون عامله درجه الحراره على 200. وبعد كده احطها في النص متولعه كده، اسيبها كده 10 دقايق ماشي. وبعد كده بعد 10 دقايق اقوم مهديه النار على 180، وبعد كده بقى اسيبها بقى وقت الكيكه اللي مثلا 30 دقيقه او اقل على حسب يعني الفرن بتاعك. وبعد كده اختبريها او شوفيها كده استوت ولا لا. تمام. عقبال كده اما تطلع هكون غسلت بقى المواعين وظبطت الدنيا ونضفتها. طلعت ما شاء الله كانت تحفه. طبعا الشربات زي ما قلت لكم كنت طفيت عليه، وهقوم اول لما تطلع كده وهي سخنه بنجيب بقى الشربات، طبعا كان برد طبعا، اقوم رايحه ساقياها بقى على طول. المفروض الكيكه دي بتشرب كل كميه الشربات اللي احنا عملناها، بس انا حسيت كده وانا قاعده بس هي بتشرب، يعني هي الكيكه الناجحه ان هي تشرب معاكي الشربات كله عادي، بس حسيت ان هي تبقى مسكره زياده عن اللزوم فمرضتش احط الشربات كله. فانتي حسب برضو راحتك. انا بعد كده اما عملتها قطعتها جيت حطيت شربات تاني كده في الفراغات او ما بين التقطيع اللي انا عملتها، وابدا بجيب كده جوز هند واقوم رايحه حاطه على كل قطعه حبه كده بس، وبتتقدم وبألف هنا. ومعلش تاني على صوتي يعني رايح خالص، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، وجربوها وقولوا رايكم في التعليقات. وفي اخر الكلام هقول سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. متنسوناش من الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في حفظ الله.